السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين وإليكم حصاد اليوم من أهم الأخبار الرياضية. موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر. ضرب فريق الأهلي موعدا مع الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي لكأس مصر بعدما فاز على أبو قير الأسمدة بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت باستاد برج العرب في دور الثمانية لكأس مصر. سجل ثنائية الأهلي وليد سليمان، فيما سجل كيرفالا هدف أبو قير الأسمدة، وبذلك يلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي للكأس يوم 1 ديسمبر المقبل. الأهلي يجري مسحة طبية في التتش. أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مسحة طبية مساء اليوم داخل مقر النادي بالجزيرة بعد العودة من الإسكندرية والانتهاء من مواجهة أبو قير الأسمدة التي أقيمت على استاد برج العرب، وانتهت بفوز الفريق بهدفين مقابل هدف، ليتأهل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في نصف نهائي بطولة كأس مصر. وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية اليوم قبل الدخول في معسكر ابتداء من غد استعدادا لمواجهة الزمالك التي تقام يوم 27 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا. ويحرص الأهلي على اتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع البروتوكول الطبي قبل المباريات الرسمية. وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أكثر من جلسة مع اللاعبين خلال الأيام الأخيرة للتأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الطبية واتباع أقصى درجات الحذر بعد انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا. الزمالك يواجه طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر بعد إقصاء نادي مصر. يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش يوم 1 ديسمبر المقبل في دور نصف النهائي من بطولة كأس مصر بعد تأهل الزمالك بالفوز على نادي مصر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على استاد السويس الجديد في دور الثمانية من بطولة كأس مصر، والتي امتدت إلى الوقت الإضافي بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله في الوقت الأصلي، حيث تقدم عبد الرحمن جندية لنادي مصر في الدقيقة 85 وتعادل أسامة فيصل للزمالك في الدقيقة 96، واحتكم الفريقان للوقت الإضافي بعد نهاية الوقت الأصلي، ونجح زيزو في تسجيل هدف الفوز للزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 116 ليقود فريقه إلى دور نصف النهائي في مباراة بطلها تقنية الفيديو الفار التي شهدت الرجوع إليها في العديد من الحالات التحكيمية. وكان طلائع الجيش قد تأهل إلى دور نصف النهائي بإقصاء بيراميدز. الزمالك يحقق رقما قياسيا جديدا في الكرة المصرية بعد الفوز على نادي مصر. فاز الزمالك ضد نظيره نادي مصر في المباراة التي جمعتهما اليوم في ربع نهائي كأس مصر، يحقق رقم قياسي جديد لم يستطع أي فريق في الكرة المصرية تحقيقه من قبل بعد بلوغه نصف نهائي المسابقة الشهيرة للموسم الجاري. ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش في المسابقة بدور نصف النهائي بعدما استطاع الفوز اليوم على نادي مصر ليواصل حفاظه على لقبه المفضل في الكرة المصرية خلال السنوات الماضية، حيث استطاع أن يسجل 6 ألقاب من أصل 7 ماضية. باتشيكو بعد تأهل الزمالك لنصف نهائي الكأس: نجحنا في فرض السيطرة. وجه البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك الشكر لجميع لاعبي الفريق بعد الفوز على نادي مصر والصعود إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر. أضاف باتشيكو عقب المباراة أن لاعبي الزمالك قدموا مباراة جيدة ونجحوا في فرض سيطرتهم على المباراة والصعود إلى الدور المقبل في البطولة بالرغم من صعوبتها. أشار المدير الفني للزمالك إلى أن الفريق يسعى إلى مواصلة النتائج الطبية وإسعاد جماهير النادي. الزمالك: مشاركة الصفقات الجديدة مع نادي مصر غير قانوني.
قال حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن مباريات كأس مصر تحمل الكثير من المفاجآت دائما على مدار التاريخ، مؤكدا في تصريحات تلفزيونية: نرى اليوم أمور غريبة للغاية بسبب مشاركة نادي FC مصر رغم بيعه إلى نادي زد، والدوري مليء بالأمور الغريبة. وعن شكوى نادي FC مصر شدد أنور المباراة. قال حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن مباريات كأس مصر تحمل الكثير من المفاجآت دائما على مدار التاريخ، مؤكدا في تصريحات تلفزيونية: نرى اليوم أمور غريبة للغاية بسبب مشاركة نادي FC مصر رغم بيعه إلى نادي زد، والدوري مليء بالأمور الغريبة. وإليكم عرض تقرير لنتائج مباريات اليوم. وبكده نكون انتهينا من حلقة اليوم. تحياتي لكم، محمد المصري.